بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم في محاضرة بسيطة وسريعة على مرض يعتبر من أهم أسباب الوفاة بالنسبة لكبار السن والأطفال الرضع، وهو الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي التهاب شديد جدا في الرئة، بيبقى غالبا بكتيري وأوقات بيبقى فيروسي. بينتج عن التهاب شديد في الرئة وفشل رئوي ممكن يؤدي إلى فشل تنفسي ويبقى يؤدي للوفاة. الالتهاب الرئوي لو ما تشخصش بدري، خاصة في السن الصغير أو الكبير اللي هو بيبقى فيه المناعة ضعيفة، بيبقى فيه خطورة كبيرة على الحياة. الالتهاب الرئوي ليه علامات معينة في الكشف وليه علامات معينة في الأشعة. الأشعة الحقيقة هي اللي بتشخص 100%، لكن أوقات بنشك في الكشف. عشان كده احنا دايما أول ما بنشك إن في التهاب رئوي، لو احنا مش شغالين في مستشفى الأشعة فيها سريعة، بنعامل المريض على إنه التهاب رئوي إلى أن يثبت العكس. التهاب رئوي بس لازم ندي مضادات حيوية، إبر أو حقن لمدة بجرعات عالية لمدة من 3 ل 5 أيام على حسب الحالة حسب السن. وبندي حاجات خافضة للحرارة، لأن بتبقى حرارة عالية جدا بندي حاجات خافضة للحرارة، وبندي حاجات موسعة للشعب وحاجات مذيبة وطاردة للبلغم. بس أهم علاج وهو المضادات الحيوية الإبر. طبعا لو اتشخص في مستشفى بيتحجز وبياخد الجرعات الكبيرة اللي احنا عاوزينها في محلول. اما لو اتشخص في عيادة خارجية، الدكتور بيدي سواء بيعلق له كانيولا وبيديه او بيديله ابر منتظمة بجرعات عالية جدا لفترة من 3 ل 5 ايام. الالتهاب الرئوي زي ما قلنا هو من اهم اسباب الوفاة في الاطفال الرضع اللي هم تحت السنة والكبار السن اللي هم فوق ال60. من الأمراض المهمة جدا اللي لو ما تشخصتش مظبوط بتهدد حياة المريض. نتمنى للجميع صحة جيدة، ولو في أي أسئلة لأي موضوع سواء في الالتهاب الرئوي أو أي من المحاضرات السابقة، نتمنى أنكم تبعتوا لنا الأسئلة وهتلاقوا الإجابات في أسرع وقت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.